هل أبدو لك كشخص ينتظر النجدة من أحد؟ وهل تظن بأني سوف أفني عمري وأدفن وجهي بغبار الطرقات في سبيل البحث عمن يسمى سند؟ وأنا الذي ربيت قلبي على احتضان نفسه بعد كل خيبة، وأنا الذي عودت يدي اليمنى أن تسارع بالإمساك برسغ اليسرى لكي تمنعها من السقوط، وأنا الذي لم أسمح لأذن غير أذني بأن تعتاد صوت شكواي. وفر العناء عن نفسك. أنا أعرف جيدا متى أكون عمود نفسي. أنا حقا جيد في النجاة بنفسي. بعد الغياب الطويل ان شاء الله غنرجعوا نشاركوا مع بعضياتنا او نشوفوا مع بعضياتنا الوصفات. اذا باذن الله القناه غادي تكون ان شاء الله بواحد الحله جديده، ما نقتصروش غير على الوصفات او الشهيوات. المهم غنشوفوا مع بعضياتنا حوايج جداد، لانني ان شاء الله درت واحد المشروع صغير غادي نبقى نشارك معكم داكشي المهم، داكشي اللي كيتعلق بالمشروع ان شاء الله غنشوفوه مع بعضياتنا. من بعد دابا غنبقاو في هذه الوصفه هذه اللي هي عباره عن كيك كيجي زوين صراحه وكيجي بنين بواحد المقادير بسيطه. اذا نشوفوا مع بعضياتنا المقادير. عندي 4 البيضات غنضي نضربوهم مع واحد القبصه ديال الملح، كاس لاروب ديال السنيده، واحد القشره ديال الليمونه حامضه محكوكه، اذا واحد 2 ديال الساشيات ديال الفاني. اذا غنطربوا الكل بالطراب اليدوي. المهم ممكن تستعملي الخلاط الكهربائي او الطراب الكهربائي، المهم كل سيده تستعمل اللي ارتاحت فيه. اذا غادي نطربوا الخليطه ديالنا حتى تنسجم لنا العناصر. غنضيفوا كاس لاروب ديال الزيت ونطربوه، ومن بعد غادي نضيفوا ياغورت طبيعي، واحد الكاس ديال الحليب. غادي نطربوا الكل باذن الله حتى تمتزج العناصر مع بعضياتها مزيان. وغادي نضيفوا واحد 2 معالق ديال بذور الخشخاش او البافو، مع واحد المعلقه كبيره ديال الزبده. المهم انا عندي هنا الزبده بدرجه حراره المطبخ، لانه المهم هذا الفيديو سجلته فاش كان الصهد عندي الزبده دايبه. المهم الا كنتي مدخلها للثلاجه من الاحسن انك تذوبيها باش ما تعذبكش، باش تخلط مع العناصر او لا تنسجم مع العناصر بكل سهوله. المهم انا عندي هنا واخده درجه حراره المطبخ كيف قلت لكم. المهم غادي نطربوا الكل. غادي نضيفوا واحد 2 كيسان ونص عندي ديال الدقيق مغربلين، مع واحد عصير ديال حامضه. عندي هنايا 2 ديال الخمارات. المهم الخماره كتبقى اخر حاجه كنضيفوها. غادي نضيفوا الدقيق مع عصير ديال الحامضه. غادي نطربوا الكل، ثم غادي نضيفوا 2 ديال الخمارات اللي حتى هما مغربلين من طبيعه الحال. المهم غادي نمزج العناصر ديالي حتى نحصلوا على واحد الخليط ديال الكيك العادي. وغادي ناخذ واحد المول دهنته بالزبده، رشيته بالزنجلان. انا توفر عندي غير الزنجلان الابيض هو باش رشيته. المهم ممكن ترشيه بالزنجلان عادي او لا الدقيق او لا الكوك، المهم كل سيده ترشو بداكشي اللي ارتاحت فيه او اللي موجود عندها في المطبخ ديالها. المهم غندير الخليط ديال الكيك ديالي في المول. غادي ندخلو الفران على درجه حراره متوسطه، طياب عادي ديال اي كيك حتى تطيب وتحمر ونخرجوها. المهم كتجي رائعه، كتجي زوينه هاد الكيك، كيجي هشيش واحد وكيجي فيه واحد المذاق مزيج ديال الحامض مع الفاني، كيجي زوين صراحه. وحتى دوك البذور ديال البافو عطاتهم واحد المذاق وحتى واحد الشكل زوين صراحه ملي كنقطعوها كيف كتلاحظوا معايا. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. هنا راه قطعتها وهي مازال سخونه، حرقاتني في ايديا كتجي الصراحه هشيشه والله. تنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وكنعتذر على هذا الغياب اللي كان خارج على الاراده ديالي، كان لظروف خاصه. ومرحبا بكم من جديد في القناه ديالي، وتبارك الله عليكم.